باش نفتحوا المسألة نتاع كأس العالم. أولا كأس العالم إلا كنا كنفكروا فيها كملاعب وكمباريات تدوم 90 دقيقة، ماشي هي هذه كأس العالم. نكون واضحين، كأس العالم بلادنا قلبنا على كأس العالم أكثر من 30 سنة، على حين حاولنا 6 مرات. وأتذكر كجميع المغاربة الآلام والحزن العميق الذي شعرنا به لما تقرر في زوريخ منح كأس العالم جنوب أفريقيا ضدا على مشروعية الملف في المغرب. مشينا في هذا المسار، وهذا البحث على تنظيم كأس العالم فهو يجسد لمنظور استراتيجي لبلادنا هو الانفتاح على العالم. وإلا خصنا نحسبوا العدد نتاع التظاهرات الفكرية والثقافية والعلمية والعالمية التي تنظمها بلادنا كل سنة، وهذا التموقع العالمي يمكنش نديروا له تقييم واش ترى واش الماتش واش أولوية. وكأس العالم هي في حد ذاتها واحد الورقة عمل، واحد الخريطة نتاع العمل اللي يتشابك فيها كل المظاهر نتاع التنمية المرتبطة بالبلاد. وهذا الشيء باش نفهموه مزيان راه كاين في البيت، كاين في هذاك الكتاب اللي قدم المغرب الى جوار البرتغال واسبانيا. الفيفا وافقت عليه بالاجماع. هذاك الملف هو اللي فيه الالتزامات، واولى الالتزامات هي القطاع الصحي. باش نتكلموا بالوضوح تام القطاع الصحي إن لم يكن يستجيب للمعايير الضرورية لا في المستعجلات ولا في العلاجات ولا المتفرجين ولا اللاعبين ولا الفرق، ما يمكنش ننظموا كأس العالم. وملي مشينا نديروا المقاربات، نعم تشيد الملعب نتاع مولاي عبد الله في 15 ولا 16 ولا 18 شهر، نقولوا في أقل من 2 سنين. ولكن راه نهار ملي بغينا نبنيو المستشفى الجامعي في أقل من 2 سنين بنيناه غير على بعد كيلومتر. أنا الملعب نتاع مولاي عبد الله اللي كنشوف فيه مهم هو أنه بناتو الأطر المغربية، بناتو المقاولات المغربية، والعدد نتاعها 100، أكثر من 100 مقاولة ساهمت مغربية ساهمت في تشييد المركب نتاع مولاي عبد الله. وملي بغينا نتكلموا على الكلفة نتاع الملاعب، الكلفة نتاع الملاعب أولا ما كايناش في الميزانية العامة. إلا خديتيو الميزانية ديال العامة المفصلة غادي تلقاو بأن الكلفة نتاع المونديال هي 3 المليار، فيها 1.6 مليار لو انساف المكتب الوطني نتاع السكك الحديدية، وغادي نشرح علاش. وفيها واحد أقل من مليار تنخلصوه لأن اون لوفي خدينا الفلوس من عند لي زانستيتيسيونيل باش غادي نمولوا هذا البناء ديال الملاعب تاع 2030 اللي تقريبا 23 مليار، وغادي نبقاو نخلصوهم على 20 عام. واعتقد جازما بان المداخيل ديال هذه الملاعب تفوق هذه الكلفه نتاع الكراء نتاعهم سنويا. دوك الا بغينا نتكلموا على الملاعب هذه هي الحقيقه. الان المشاريع المرتبطه بالمونديال، وهذا هو اللي مهم عند بلادنا. حنا المشاريع اللي خصنا نديرو اللي بغينا نديروها في بلادنا بالمونديال ولا بلا مونديال خصنا نديروها. تكلمتم جميعا على على الاقل الفرق الاغلبيه، على الاهميه ديال المداخل السياحه والتطور نتاعها في بلادنا. واش كاين شي سياحه بلا التوسعه نتاع الطاقه الاستيعابيه ديال المطارات؟ واش المطار د مراكش ملي وصل لا ساتوراسيون الناس بقاو يجيو ليه في ديسمبر وكيتسناو نهار كتظن بان غادي تقدر توصل للسياحه؟ واش الدار البيضاء وانتم من الناس
اللي انتقدتم وعلى حق ان المطار الدار البيضاء خصو يتطور. واش بغينا نرجعوا الدار البيضاء هاب بلا ما نديروا الهاب تاع الدار البيضاء المطار؟ واش تي جي في غادي نوقفوا في القنيطره؟ واش المغرب تيسالي في القنيطره؟ تي جي في نتاعنا كيفاش نحققوا التنميه الاقتصاديه نتاع بلادنا الى ما ربطنا الشمال بالجنوب والشرق بالغرب؟ هذا هو المغرب يمشي يمكن تاع 2030 ما يفوقها هذا التي جي في. وهذا النقاش بالمناسبه ولا بد نفتح القوس، هذا النقاش دائما عرفته بلادنا، وهو بالمناسبه اعتبره نقاشا صحيا عرفته بلادنا منذ لا 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 لا, لا قبل هذاك غير مع السي وزير النقل السابق، لا لا لا, لا قبل نهار قررنا في عهد الحسن الثاني رحمه الله اننا نديروا لوتوروت بين الرباط والدار البيضاء. اليوم تريبلينا هذيك لوتوروت وما كفاتش، ومشينا غادي نديروا لوتوروت الاخرى اللي تربط الرباط والدار البيضاء، لان هذيك لوتوروت اللي تريبلي ما كفاتش لا فريكونس تاع النقل. وتاسفنا جميعا ونتاسف على انه كان من النهار الاول درناها الكلفه كانت هي العشر نتاع الكلفه الحاليه ديال الكيلومتر د لوتوروت. دابا المشاريع نقول سيدي حنا نحيدوا المونديال، واش التي جي في ما يمشيش يوقف؟ واش المطارات ما يتوسعوش؟ واش العرض الصحي نتاعنا ياك هذا نطلب راه خصنا نوسعوه ونرقيوه وغادي نرجع لهذه الصحه الاشكال الحقيقي. دونك هذه المشاريع اللي جايه في المونديال. ونزيدك وهذاك ان شاء الله الا بغيتيو شي نهار نذاكروا فيه بتفصيل على المونديال ونعطيكم البيد وداك الشيء، وغادي تجينا الفرصه انه راه كاين من حقوق الشغل، وراك شتي الانتقادات اللي تعرضت لها البلد اللي استضاف كأس العالم 2022، راه كانت حقوق الشخصيه ود العمل ود الشغل الى غير ذلك، في من هذا الشيء البيئه الانفراستركتور الى وكل شيء. هذا الشيء المسار التنموي اللي كاين عندنا في المونديال يمكن كانت فيه بزاف د الامور اللي ما غاديش دار دابا، يمكن ما كانش غادي دار في 30، يمكن في 31، يمكن في 32. المونديال فرصه لان نسرع من هذه المشاريع. واش معناه ان هذه هي المشاريع اللي غادي تشكلنا الاولويه ونديروا نقطه ونرجعوا للسطر؟ لا، متفقين جميعا انني انا بحال هو اللي هضر على كرسيف، انا في بركان خصني نشعر بانه هاد كاس افريقيا وكاس العالم تعنيني في شيء، وهذا هو السؤال، هذا هو اللي سميتو لو بورتاج. وملي تنتكلموا على هذه المشاريع راك شوفوا كاين التفاصيل الدقيقه نتاع هذا الشيء والاثار، لان ملي تنتكلموا اليوم على النمو مشينا ل 4.6 وغادي نمشيو لكثار وغادي ندخلوا لافورشيت نتاع 5 وغادي ندوزوها. على اين غادي تدوزها الحكومه اللي غادي تجي من بعد؟ هذا هو لانني قبيله بعدا نسيت، لان هذاك النعوت اللي تتصدر راه صعيبه ملي تتغير المواقع وتتسبب حرج صعيب، لان الموقف السياسي ما يقدرش يتبع. اللهم الانسان يتريط لا يتريط لانه ملي تيجي يقول لك لعب خصو يبقى يتشبت بها، خصو من يكون في القرار ولا من اللي كان فيه يقول راك كنتي كتلعب. دونك هذا الموضوع نتاع كاس العالم والمزايده الى غير ذلك، انا هاد المشاريع الكبرى الا غادي تخلق لنا الثروه، الا تعطينا لا فالور اجوتي وتعطينا لا كرواسونس وتعطينا الشغل لبلادنا الكامله، لبلادنا